بالسلامة ومرحبا بكم من جديد في القناة متاعي. اليوم حبيت نوريكم كيفاش عملت مقلوب بطريقة ياسر سهلة، وخاصة معناها البات متاع المقلوب هذه تجينا خفيفة وتجينا معناها طرية مش كاسحة. الوصفة هذه متاع البات نستعملها للمقلوب وللليبانيز، هذا نفس معناها الوصفة. ننصحكم انكم تجربوا على خاطرها تستحق التجربة. اول حاجه نبدا بها، ناخذ 500 غرام من الفرينه ارطل معناها، زيد ملعقه من خميره الخبز اللي هي الملعقه هذيك معناها هي باكل خميره الخبز اللي فيه 10 غرامات. بعد زدتهم ملعقه صغيره بتاع قهوه من السكر، ولهنا عندي 150 مليلتر من الحليب الدافي. الحليب متاعنا يكون دافي. الكاس هذاك هو كاس ظهري في تونس هو نفس كاس ديوراليكس، خاطر الكاس هذاك مكتوب عليه ديوراليكس زاده. معنى الناس اللي ما عندهم مش كيفاش توزن، ناخذوا كاس هذاك ديوراليكس نعبوه بالحليب الدافي اللي هو ما يعادل 150 مليلتر، ونزيد الحليب متاعي على الخميره والسكر، نبدا نخلط بشويه. ومن بعد نفس الكاس هذاك عودت عبيته بكاس ماء. معناه هنا باش نستعمل شطر حليب وشطر ماء. كل استعملت 300، وبعد زدت شويه. بالنسبه للماء نبقوا ديما نزيدوا بشوي نتحصلوا على العجينه متاعنا متماسكه. استعملت الكاس هذا كامل، ومن بعد زدت شويه، حكيت 10 مليلتر جست شويه في الاخر. حسيت العجينه متاعي تستحق، زدت حكيت 10 مليلتر. معناها كل حكيت 310 مليلتر ما بين حليب وماء، هذا بس سوائل. بعد زدت بالنسبه للزيت زدت مقدار 3 ملاعق من الزيت. نجموا تستعملوا زيت اي زيت عندكم، انا استعملت زيت زيتونه. ولهني كما تشوفوا نبدا نعجن. نزيد الماء كما قلت لكم، نبدا بالحليب الاول، هذاك كاس الحليب بنحطوه، والماء نبدا نزيده بشويه على مراحل لين تحصلوا على عجينه. المهم نبدو نعجنوا، نحاولوا ان نعجنوا بالباهي. اني لهني كل مره كي نعمل عجينه نوريكم، ساعات نعمل بالعجينه الكهربائيه وساعات باليد، معناها خاطر بالطريقتين تجي ناجحه. جست باليد معناها فيها جهد اكثر ووقت اكثر ونتعبوا فيها، لازمنا نعجنوها بالباهي. لهني زدت شويه الماء هذاك على الكاس الاول هذاك متاع الماء، زدت شويه، حكيت 10 مليلتر جست هكا شويه زدت، خاطر حسيت العجينه متاعي مازالت تسحق. كما تعرفوا الفرينه تفرق، فما فرينه تشرب ماء اكثر وفما فرينه لا، علاش. المهم نبقى نعجن لين تحصلوا العجينه معناها ملساء ومتجانسه. العجينه متاعنا لازم تكون معجونه بالباهي، على الاقل اقل حاجه 10 دقائق عجنان. اني نحب برشا العجنان على فكره، بخاصه كي نبدا ستريسي نحس هكا نوض ديريكت نعمل بيتزا، نعمل خبز، نعمل اي حاجه، انا نوسع بالي فكره العجينه نخرج الستريس اللي فيه الكل. المهم لهني بعد ما عجنت العجينه متاعي بالباهي خذيتها وباش نقصها كويرات. الرطل هذا يعمل لكم 6 كعبات. معناها اني لهني قسمتها على 6 قطع. نحاولوا ان القطع متاعنا يكونوا معنا نفس الحجم. بعد كل قطعة هذيك من العجينة نحاولوا ان نكوروها، معناها ندوروها بالطريقة هذه. ومن بعد باش نخليها ترتاح. بالنسبة للعجينة هذه نخليها ترتاح مدة ساعة، أقل حاجة ساعة، من ساعة لساعة ونص. ما نخلوهاش تخمر أكثر باش ما تجيناش من بعد قارصة، خاطر العجينة كان كثرتوا فيها الخميرة وخليتوها معناها تخمر أكثر، تخرج هيك فيها الطعم متاع قروسية. علاش ما نخلوهاش معناها تخمر برشا؟ هذه ساعة من زمان، ساعة ونص الماكسيموم. لهني نرشهم بشوية فرينة من اللوطة ومن الفوق، وبعد نغطيهم بمنديل يكون هيك مندي معناها مبلول شويه، دوب ما هيك نرشوه بشويه مي مبلول شويه، ونخلوها تخمر كما قلت لكم ساعه ونص. لهني تعدت ساعه من زمان، تشوفها معناها تضاعف الحجم متاعها. نرشوا شويه فرينه من اللوطه ونحلوا العجينه متاعنا بالقلقال. العجينه يلزمنا نحلوها معناها تكون رقيقه، معناها تكون جويده، ما تكونش خشينه.
بالطريقة هذه بالحجم هذا كما تشوفوا معناه، ما تكونش خشينة، لازم تكون جويدة العجينة متاعنا، ونحلوها معنا على كبر الطبق اللي باش نطيبوا فيه. في الوقت هذاك وقت اللي بديت نحل في العجينة، نيت البلاتو متاعي الطبق، المقلاة متاعي هذيك حطيتها على الغاز وخليتها تسخن، لازم تسخن بالباهي، وش نطيبوها على نار عالية معنا نار قوية. نخلوها تطيب من الجهة الأولى، وبعد كده ندورها من الجهة الثانية، ما نخلوهاش تطيب برشا. المهم الكل اخذت لي معناها وقت في الطياب، اخذت لي 1.5 دقيقة من كل جهة. علاش معناها لهني نخلوها تطيب 1.5 دقيقة من الجهة الأولى، وهنا كل مرة نطلعوها كنشوفوها بدأت تحمار معناها في الجناب وكل شيء، ندوروها نخلوها تطيب من الجهتين، وبعد باش نكمل بقية معناها العجينة كلها متاعي نطيبها. كما قلت لكم بالحليب راهي تجي طرية مش نورمال، وبالنسبة للناس تحب تخليها معناها طرية بعد مش باش تستعملها الكل وهي مازالت سخونة. أول حاجة بعد ما نحاها من المقلاة ديريكت وهي سخونة نغطوها بمنديل، وبعد اللي يحب معناها يخليها تبقى معناها طرية يحطها في ساشي. باهي لهني باش نبدا نحضر في المقلوب متاعي. اختياري الحشوة كاكا، كل واحد يستعمل يحب عليه شنو متواجد عنده. لهني حطيت شوية هريسة أنا، وبعد عندي شوية دجاج، هذاك عندي شوية دجاج طيبتهم، أني طيبتهم في ريحة زيت وكيلو زعتر، ما عملت حتى شيء آخر. سينو تنجم طيبون في شوية بصل زادة، زيدهم شوية بصل وثوم اللي يحب، وسكالوب معناها هذاك طيبوه في بصل وثوم وتابلت كيما تحبوا، كيلو زعتر وملح وفلفل أسود طيبوهم. المهم أني حطيت الدجاج متاعي هذاك اللي طيبته، وتنجموا تحطوا موتزاريلا، اللي يحب يحط موتزاريلا يحط، اني ما عنديش ما حطيتش علاش. المهم بعد ما حطيت الهريسه عملت فرشه بالهريسه، من بعد عملت شويه مايونيز، من بعد ليك حطيت الدجاج، ولهني عندي جبن مربعات هذاك حطيته. كما قلت لكم اللي عنده موتزاريلا يحط موتزاريلا، واللي يحب زاد اني حطيت شويه بطاطا من الداخل، نحبها البطاطا معناها في الساندويتشات كل شيء من الداخل نحبها شويه، ما كثرتش. وجبن عندي شويه جبن مثلثات هذاك حطيت شويه، هذاك حطيتهم في الجناب باش من بعد كنسكرها، خاطر بحكم اني ما استعملش هني ما استعملش الموتزاريلا، حطيتها في الجناب باش من بعد كنسكرها تشد معناها في بعضها المقلوب متاعي ما يتحلش. دخلتهم للفور تحت الشوايه مده دقيقه من زمان، الشوايه متاعي سخونه برشا معناها على 200 درجه سخونه، جوست دقيقة من زمان باش ذابك الجبن اللي حطيتها هذاك المربعات، ومن بعد خرجتها. من بعد نكملوا معناها تحبوا تحطوا سلطة اللي تحبوا عليه. لهني يعني حطيت شوية معناها طماطم، وشوية بصل الأخضر هذاك، وشوية فقوس خيار، كل واحد شو يسميه الحصيله، فقوس كل واحد شو يسميه الحصيل، لهجات كل واحد وكيفاه. لهني زدت شوية من قربة شيبولينا اللي يقولوا لها شيبولات ظهر لي، وهكا ونسكر المقلوب متاعي. كما قلت لكم اني هني راني ما استعملتش موتزاريلا خاطر ما عنديش. ونسيت زاده بالنسبه للناس اللي تحب تحط السلطه المشويه يحطوا سلطه مشويه، اني ما عنديش زاده سلطه مشويه، باش نبقى نعمل في سلطه مشويه جوست على خاطر المقلوب ما عملتش، استغنيت عليها. المهم هذا هو المقلوب متاعي حضر، مع شويه بطاطا فريت، كعبة زيتون، شويه مايونيز على جنب، وهكا هذا هو المقلوب التونسي على طريقتي. اني لهني حبيت نركز لكم اكثريه على البات وما ركزتش برشا على الحشو. ان شاء الله مرات اخرى نركز لكم على الحشو متاع المقلوب بالضبط شنو يجي فيه. هذه هي طريقتي، حبيت نقصها معنا ونوريه لكم من الداخل. زاد فما اللي يحب يحط فيه التن من الداخل يحط، اللي يحب يحط فيه لحم مفروم يحط، اللي يحب مش عارفه شاورما، اللي يحب معناها من الداخل اختياري. الحشوه هذيك كيما قلت لكم اختياريه، كل واحد يحط الحاجه اللي يحب عليها. المهم هذا هو المقلوب متاعي من الداخل بطريقه سهله، ان شاء الله يكون عجبكم وان شاء الله تجربوها وتعطوني رايكم. ما تنسوش تعملوا لي جيم ومش اشترك في القناه متاعي، يعمل اشتراك واللي يحب يتابعني على الانستغرام تنخلي لكم اللينك تاع الانستغرام متاعي فيه كل شيء جديد، حتى الحاجات ما نصورهمش. والى اللقاء.